السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أسهل وأبسط وأحلى حلويات ممكن تعمليها. من كتر بساطتها يعني ممكن تعمليها كل شوية، يعني من كتر جمالها وبساطتها. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميلة ولذيذة، وكمان اللي هي مش تقيلة قوي ومش خفيفة قوي برضو. يعني هي حلويات فيعتبر مش خفيفة قوي مش تقيلة، بس جميلة وبسيطة وأي حد ممكن يعملها. يعني أي حد مش متمكن من الحلويات ممكن يعملها لأنها سهلة جدا وبسيطة. يلا بقى مع بعض نشوف المقادير والطريقة. دلوقتي انا معايا كمية الملفي اللي انا هستخدمها، دي الملفي اللي انا هحطه في ام علي. تمام. احنا ممكن نستخدم ملفي، ممكن نستخدم جلاش متحمص، ممكن نستخدم كرواسون متحمص برضو، ممكن نستخدم رقاق، اي حاجة. الملفي اسفة اللي هو ام علي بتقبل اي حاجة يعني، بس هو اصلها او حلاوتها بالملفي، بتبقى احلى اكتر بالملفي. انا معايا دلوقتي الكميه اللي معايا دي طبقين، انا جايباهم من عند بتاع الفطاطري اللي هما بيبيعوا الجلاش والكنافه والحاجات دي. هتلاقي عندهم بيحطوا الاطباق دي، اللي هي بيحطوها الاطباق الملفيه دي بتبقى جاهزه عندهم يعني. تمام. انا جبت طبقين، هكسرهم بقى دلوقتي كلهم في الطاجن. دي كميه الطبقين معايا اهي دلوقتي. كسرتها في الطاجن. في المرحله دي ممكن نحط مكسرات عادي. دلوقتي انا معايا لتر ونص حليب، ومعايا نص لتر كمان انا شايلاه على جنب احتياط عشان اشوف الكميه اللي هتاخد مني قد ايه. تمام. اللتر ونص ده انا مدوبه فيهم نص كوبايه سكر. تمام. السكر دي على حسب رغبتك انت، حباها مسكره تزودي السكر، حباها مش مسكره برضو تقللي السكر، دي على حسب انت حابه قد ايه. ممكن تدوقي يعني لو انت عامله الحلويات من قبلها بيوم، يعني مش في الصيام، يعني لو انت عاملاها قبلها بيوم ممكن تدوقي كميه السكر وتشوفي هي محتاجه ولا لا. تمام. زي ما انت شايفين كده حطيت كميه اللتر ونص الاول، بعد كده لقيتها ما كفتش فنزلت بالنص اللتر اللي فاضل كمان. تمام. انا كده استخدمت على طبقين الملفي 2 لتر حليب، او لو 2 كيلو حليب. تمام. في المرحلة دي احنا ممكن نحط مكسرات، ممكن نحط زبيب، ممكن نحط جوز هند، زي ما انت تحبي. دي كلها حاجات اختيارية، في ناس ما بتحبش كل الكلام ده، فبرضو ده اختياري. انا ما كانش عندي فعشان كده ما حطيتش، انما لو كان عندي كنت هحط عادي. لما برضو دي مرحلة اختيارية. دلوقتي انا معايا القشطة بتاعت وش اللبن. القشطة دي انا مجمعاها من على وش اللبن من كذا مرة يعني. فبعد كده حطيتها ورحت مقلباها كويس جدا كده عشان تبقى سايله معايا كده، ورحت موزعاها على وش اللبن. ممكن لو احنا مش حابين القشطه على ام علي في الوش، او مش حابين طعمها وكده، ممكن نجيب معلقتين كريم شانتيه نضربهم كويس جدا لحد ما يعملوا نفس القوام بتاع القشطه ده. وبعد كده نروح فردينهم على الوش برضو عادي، ما فيهاش اي مشكله. هتقوم بالغرض برضو نفس الكلام يعني عادي. انا وزعت كميه القشطه كلها دلوقتي جدا. هكون مسخنه الفرن كويس جدا قبليها، قبل ما ادخلها، وبعد كده هدخلها على الفرن، يعني متولع من فوق او مشغل من فوق ومن تحت. لو انت الفرن بتاعك ما بيشتغلش من فوق ومن تحت مع بعض، ممكن تخليها تاخد وش الاول، وبعد كده تنزليها تغلي تحت، اللي هي المكونات تختلط في بعضها. تمام. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميله، هي مش خفيفه قوي بس جميله، اللي هي برضو مش تقيله. تمام. لان كده كده اصلا في قشطه والملفيه بيبقى فيه سمنه تقريبا وكده، فهو الكميه مش خفيفه ومش تقيله بس جميله. وبالذات كمان لو حطينا لها مكسرات كمان هتبقى احلى واحلى. وحاجه بسيطه ولذيذه وسهله ومختلفه عن بقيه الحلويات التقيله. نعملها مختلفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتحطوا لي لايك، والسلام عليكم.